بتفكري تعملي ميكرو بليدنج؟ طب قبل بقى ما تشرحي في حواجبك وندخل في قصة حلال وحرام، تعالي اقولك على البديل. اي برو بن من مايت سينما، احلى حاجة انا استعملتها لحواجبي الصراحة. يعني انا عملت مرة واحدة بس ميكرو بليدنج ومش هعملها تاني، وخاصة بعد ما لقيت القلم ده. تعالوا كده اوريكم الابليكيتور بتاعته عاملة ازاي، وقد ايه هو سهل وسلس وحلو جدا. الكتابة اصلا اتمسحت من عليه من كتر ما انا هلكاه معايا. الناحية دي كده من القلم عبارة عن 3 سنون عشان ترسملك شعر الحاجب شعرة شعرة، والناحية التانية سن رفيع جدا. عارفين كده ال3 شعرات اللي بتبقى في بداية الحاجب وواقفين كده وشكلهم تحفة؟ هو ده القلم اللي هيرسمهولك. بصوا انا هوريكم دلوقتي هو قد ايه سلس، انا بستعمله دلوقتي على ايدي. هو طري جدا، ما بيأذيش الشعر الحاجب. حلو قوي. انت اساسا لو ما فيش عندك حاجب ده هيرسمهولك. حاجب ده ولا مش حاجب، ومن غير ما اشرح في وشي. تشريحة الوش ما فيهاش معلش. الحلو كمان في القلم ده انه ووتر بروف، يعني مهما حاولتي تمسحيه مش هيتمسح معاكي غير بالكلينزر. حرفيا القلم ده هيغنيكي عن جل الحواجب والبودر والقلم اللي بيوقع شعر حواجبك اللي اخره يكون ليب لاينر. ودي الناحية التانية من القلم، بتملي بيه كده او بتفنشي بيه كده على الحاجب في شعراية كده عايزة تتظبط، ترسميها. كمان تقدري تستعمليه كايلاينر لان سنه رفيع جدا. ها لسه عاوزة تعملي ميكرو بليدنج وتشرحي في حواجبك؟